وكل اللي كانوا على الطيارة 239 شخص. الساعة جت 12 و41 دقيقة وهنا الطيارة اقلعت من المطار وطلعت في السماء. الأجواء كانت عادية جدا والطقس جميل ومفيش أي تحذيرات ولا في أي حاجة غريبة. وبعد الإقلاع بدقايق معدودة الكابتن تواصل مع برج المراقبة الماليزي كالمعتاد. الساعة كانت 1 و19 دقيقة وآخر جملة اتسمعت من الكابتن كانت جود نايت ماليجن 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. وللأسف دي كانت آخر مرة حد يسمع حاجة من الطيارة دي ومحدش سمع منهم جملة تاني، لأن بعد الجملة دي بدقيقتين الطيارة تختفي من على الرادار المدني بالكامل. وهنا مش معناها إن هي وقعت، لا، لأن الرادار العسكري كان لسه لاقطها. ولكن الغريب إن الترانسبوردر بتاع الطيارة ونظام الاتصالات اتقفلوا فجأة والطيارة ما بقتش مستقبلة أي حاجة خالص. مرة واحدة الطيارة اتغير اتجاهها وتسيب المسار اللي كانت رايحة له لبكين في الصين وترجع تتجه غرب ماليزيا وتعدي فوق جزيرة بيانج وبعدين تدخل ناحية بحر أندمان. في الوقت ده الركاب ما كانوش واخدين بالهم من أي حاجة غريبة، ولكن على الأرض تحت الدنيا كانت متلخبطة وكل العالم كان متفاجئ، والأبراج المدنية كلها فقدت الإشارة مع الطيارة، والطيارة هنا كأنها بقت شبح موجود في السماء ولا كان ليها وجود أساسا. والغريب إن في نفس الوقت اتسجل إن التليفون بتاع الطيارة طلعت على برج شبكة بيانج، ما كانش فيه أي مكالمة اتعملت منه، هو مجرد بس طلعت على برج الشبكة بتاعهم، وده أثار التساؤلات بعدين. وبعد مرور ساعة واحدة وتحديدا الساعة 2 و21 دقيقة الأقمار الصناعية سجلت إن الطيارة رجعت تتواصل مع المنظومة تلقائيا، وبعد كل ساعة والتانية تبدأ تبان إشارات خفيفة وكأن الطيارة عايزة تقول لهم أنا هنا أهو لسه عايشة ولسه موجودة. الإشارات دي كانت إشارات ترحيبية كانت بتروح وبتيجي وبتفضل 7 ساعات متواصلة، وبعد كده الإشارات دي بتختفي تماما. وهنا كان المتوقع إن الوقود بتاع الطيارة خلص وإن الطيارة خلاص وقعت في أي مكان في المحيط.